جواني انا لي اسبوع كل الناس تكتب لي بيكتبوا كومنتات وبمحيها انا وبيعطوا لي على الخاص اشياء كثير مأذيه وبتجرح. بقولوا لي جواني اجت مايا ما عاد تصور معي كذاب لك وما زاد لك وهي كبير ما بفكر بهاي القصص ولا سلام اخوان جواني ومايا اصدقائنا فيكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو مقلب بمين؟ مريم. اوكي يا جماعه انا حاليا شلت الفولو عن مريم وانا كمان شلت الفولو عن مريم. تمام. مريم اعذرينا. لا صار لها فتره يا جماعه. هذا طبعا هذا اخر فيديو فيه لحيتي. كل مره بقول لكم اخر فيديو بس ما عشان عم بطلع شوي خيط طول شوي عشان تشوفوا الفرق النظامي. بركي في بعض الناس يسامحنا ما تخيلنا حلقه. انا حكيت في عندي في الانستغرام حطيت بوكس وقلت اني انا مسامحيتك بس الناس ما سامحوك. انا ما لي خص. اكتبوا لنا هون اذا بدكم انا مع حلقه خفيفه خفيف اكتبوا لي هم بالكومنتات. المهم يا جماعه في كثير ناس بيسالوني عن مريم جواني وين مريم؟ ليش مختفيه؟ طلعت من الفريق؟ لا مريم صديقتنا وحبيبه قلبي بس مريم بعيده عني كثير وحاليا بالفتره هي مايا سكنت قريبه علي مشان هيك عم نصور كثير مع بعضنا. بس اليوم رح نعمل مقلب بمريم بما انه في كثير كلانات ومتابعين بيروحوا بحارضوا بيني وبين مريم. ليش جواني بعد ما اجت مايا ما عاد يحكي معه؟ لا يفكى عينك انت وياش بتحب الفتنه. اوكي يا جماعه مشان هيك انا شلت الفولو عن مريم وهي شالت الفولو عنا. وهلا راح خلي واحد من الشباب يا محمد يا نورس يتصل بمريم ويستفزها يقول ليش شلت الفولو. نشوف رد فعل مع بعضنا وبعدين نشوف ايش راح نساوي. تابعوا المقلب للاخر. باخر المقلب راح تشوفوا شغله بتجنن ومايا عملت فيني مقلب راح احكي لكم عليه اخر الفيديو. خليكم معنا. وصلوا هذا الفيديو قديش؟ 100,000 لايك واكثر كمان. انتم قدوا ودود وكل شيء عم يشوفني حاليا حط 5 كومنتات. بتعرفوا انتم يا جماعه بعد ما انحسبت لا مو 5 كومنتات 10 كومنتات 10 كومنتات. انا بعد ما انحسبت الغنيه صار في شوي بالقناه هيك مشكله. مشان هيك انتم لا تقصروا بالدعم. بحبكم بدعمكم نكبر وخليكم مستمرين معنا واستنوا غنيه ال4 مليون. يو يا حبيبي كيفك؟ انا ما عم بسمعك الحمد لله. الواتس هو صار مخرب شوي. كيفك؟ الحمد لله. طب انت كيفك؟ تمام. من شوي عم بفوت بحساب جواني عم بتصفح فيه فاللي شفته شايل الفولو عنك استغربت. بعثت له شيل مرة. الفولو عني؟ ايه هو ما ليه؟ هو ما ليه او شيء؟ ما بعثت له بس ما رد لسه. قلت دق لك استغربت ليش هيك؟ ايش؟ والله ما بعرف. حتى انا بعتولي بس ما فهمت. باعتين لي عاملين لي فيديو خلصنا من الحي وحاطين لي حي وهيك لإلي فما فهمت. من شنطة جواني بس ما علقت يعني ما انتبهت. عم يقصدوكي معناتها؟ حي كاتبين لي نورس انا ما عندي لحدا شيء. استغربت. كاتبين لي كمان. طب ليه قبلك عامل هيك؟ بعثت له بس ما رد علي لسه. سألت مايا مرة قالت لي خلص انسى. يعني ما هيك حكت بنفسية. عرفتي ما بعرف شلون. تعرفي ما برجع حكت هيك بنفسية ما بعرف كيف انه قال انسى كمان؟ انسى. مايا كمان؟ ايه انا حسيتها متضايقة منها غيرانة منك ما بعرف ليش. هم بجد غير مني اسبوعين تركيزهم عم بيتصوروا مبسوطين وكيف ما بتعرفي ما انا حسيت عندها هيك طبع شوي حسد او غيره. يا عيني. يلا خير حبيبي شو بدي اقول يعني. هلا شوف هلا حطيت دقي له انت دقي له شوف ليش هو رح اتصل. بس لا تقولي انه انا قلت لك تمام. اعمل حالك مالك خبر انه هيك ايه بالصدفه. لا بتعرف انا بعمل مشاكل بيناتنا. خلص تمام. يلا حبيبي يلا باي. تمام. نعم مايا بس دقت مريم شغلت كثير الصوت عندك. اوكي يا جماعه شوفوا الاكشن. يا هلا سجل تسجيل الصوت عندك. سجل الصوت عندك راح يصير هلا شغال. راح يصير هلا. يا لطيف يا لطيف يلا اختلف عن البقيه خيل حب بسرعه مريم تتصل. مريم رقمك جديد. اوكي افتح سبيكر 1 2 3. سوي هاي نفسية شوي أول شيء. ألو. ايه ابو جوج. ألو أهلين. تمام. هيك عم بيعملوا لي كومنتات وهيك قصص على الانستغرام بيقولوا لي شال الفولو عنك يا جواني وعم بيعملوا لي فيديوهات خلصنا من الحية وما بعرف شو في. أوكي والله الصراحة من امبارح بالليل شلت الفولو عنك. ايش؟
الصراحة مريم بدك تقدري هذا الشيء شوي، يعني بدها ما بعرف شلون بدي افهمك اياها، بس موضوع طويل يعني. خبرنا شو في، بتعرف انا ما نخبي عن بعض شيء، شو بك؟ في شيء انا؟ الصراحة احكي لها الصراحه مايا بلشت تغار هيك. الصراحة مايا فتحت لها حسابي عندها وبلشت تغار منك، وصارت تقول لي انه خلاص يعني نحن الناس حبونا سوا، ليش ما في داعي لمريم وهيك. بس انا بتعرف انه ما بتخلى عنك بس سهولة، بس خلاص انه شلت الفولو احتراما، بتعرفي شعور البنات وهيك شغلات. شو مايا ليش انا وياك شو في اصلا لتغار مايا؟ وبعدين من امتين بنعرفها لمايا كلها لها اسبوعين ثلاثه بدها تتدخل بخصوصياتك. احكي لها بعرفها من سنه. صار في تحدد من عندك ما من عندك مثلا. انا بعرفها من زمان، من سنة، ما فهمت علي؟ انا بعرفها من سنة. من سنه، بس عفوا يعني واحد مرته ما بتلقط له تليفونه للزلمه، كيف تركها انت هيك وتحدد لك مين على انستغرامك مين هيك؟ انت مشهور كيف هيك؟ هلا هي حقها الصراحة انه تغار، فهمت علي؟ يعني هي حقها. ليش حقها؟ انت كثير بالفترة الأخيرة صار يعملوا لك تصاميم انا وياكي سوا وهدول الشغلات، وهي حقك يا بنت يعني تغار. حقها تغار، بس اذا على شخص حبيبها جوزها هيك شو خصها فيني انا وياك؟ نحن بنشتغل سوا، يعني نحن مبلشين سوا، انه اقل شيء يعملوا لنا تصاميم وهيك. بين انا ما غرت وقتها اجت هي وعملت فيديو كليب وعملوا لك تصاميم وقلك وقلها والله انا وياها الصراحة نحن لبقانين لبعضنا أكثر أنا وياكي، فهمت علي؟ إنسان هيك. هيك الموضوع يعني انه كيف يعني لبقانين كيف مثلا تشتغل قصدك؟ انا عم بحكي معك. الو ما بعرف كيف رح كمل والله الصراحة، بس إنه بدك تتقبل هذا الشيء يا مريم، إذا ما عجبك خلص عادي، ما فيك تمشي بكل سهولة يعني. شو بدي اتقبل ما فهمت؟ خلاص يعني البنت شاهد عنك الفولو، غيرانة منك، بدك تقدري، بس شفتيها احكي معها، بتحبي أعطيك إياها تحكي معها؟ هي معك حدك اعطيني اياها هيدا. أوكي ماشي، كوني قوية استفزية. تمام. الو الو. ايه الو مايا. اهلين. هاي. كيفي؟ تمام الحمد لله. تمام ايه جود. شو عم بخبرني جواني غيراني وما غيراني وشلتي وقلت له شيل الفولو. هلا شوفي مريم، هلا مريم احنا بنعزك وبنحبك وبنحترمك، بس مريم يعني انه خلص الناس حبتنا كثير انا وجواني مع بعض وما بدي تزعلي من كلامي، بس انه انت يعني انه خلص يعني بتقدري تصوري لحالك انه احنا بدنا نعمل هيك انا وجواني مع بعض زي كابلز، بتقدري تحكي هيك. والله انت بتقرري يعني هذا الموضوع، انت بتقرريه بحياتنا. يعني بصراحة أنا ما بعرف، يعني بحس إنك أنت مش لابقة لجواني قدي. نحن مش عم نشتغل مع بعض عشان لابقين ولا ما لابقين. لا ما هو الناس حسب اللبقان، حسب الكاريزما وهيك، عرفتي كيف؟ فإنه أنا يعني ما بعرف، بحس إنه أنا وجواني أكتر اللي بقنا مع بعض. ذكر لي شغلة. أول شيء بدي أخبرك شغلة، أول شغلة أنت ما إلك بالحق لو كنتي مرته. مريم شوفي ما تزعلي من كلامي مريم، عن جد اسمعيني. تفضلي. أنا بقول لك شيء، يعني أنت بنت حبابة وبتجنني وما شاء الله عليكي وما في مثلك، بس إنه خلص يعني لكل واحد له وقت معين. خلص وقتك يا بيبي. بيبي. أنا مش آخر همي تشيلوا الفولو بترك التصوير، أنا هيدا كله ما بيهمني. خلص أنا هلا عم بحكي بمصلحة جواني، أنت ما إلك بالحق. شوفي أنا إنسانة هيك، أنا بغار على أصحابي، أنا إنسانة بغار على أصحابي، فخلص يعني أنت انتهى وقتك يا بيبي، خلص إنه ما تزعلي. هذا مشهور ما إلك حق أنت بتشيلي له. أوكي ماشي، مشهور ماشي، ما اختلفنا. وبعدين أنا بشتغل أنا وياه مش بطريقتي لي الفولو عني أو أنت تشيلي له الفولو عني لحتى أنا أفهم من العالم إنه أنتم شايلين الفولو. أنا أصلا ما بركز. طب الموضوع ليش ضايقك؟ عادي هلا بخليه يعمل لك فولو، أنا بقول له جواني اعملها فولو. كرمالك يعني خلاص اعمل لها فولو إذا خلاص عشان ما هعمل لك. تزعلي مريم. هاي حكيت لجواني يعمل لك فولو. ما تتمسخري. مش عم بتمسخر ايه عم بقول لك. أنا ما بيهمني يا حرام هدول التفاصيل. انت بتعرفي لعندها البيت، لعندها البيت. الفكرة انه الاسلوب غلط، انه انا بدي يجيني تليفون انه قايل عنك الفولو مريم اسمعيني ليكي مريم جواني بده يحكي لك كلمة قبل ما افصل. اسمعيني جواني بده يقول لك كلمة قبل ما افصل. احكي لها شو بدك. خلص ان شاء الله. شو في شو عملت عرس اتجوزت انت وهالبنت وهي الامر النهي
الله هي بتموت. عن جد انا هالقد انا جواني، عن جد انا هالقد بنت معصره، هالقد ما بعرف الاشخاص احترمتها وقلت لها فوتها معنا بالفريق ونحن فريق واحد. عم تعمل حالة انه قصة ومدري شو، انا بقفل المكان وما بعرف كثير عن جد مين الفولو وما بعرف شو القصة، ما فهمت. روحي عجبك هيك الوضع، عجبك ما عجبك اوكي. كيف يعني انت كمان عم تقول على شو بك؟ انت بك شي حدا لحس لك دماغك شي؟ اقسم بالله هالحد انت بكسرك انا، شو بك عم تحكي معي الي انا هيك هلا؟ طيب ليش عم تغلط علي؟ عشان انا هلا بجي لعندك على البيت وبواجهك هذا الشيء. انا هلا انا مش هيك حبيبي، انا هلا مش هيك، مش تطلعني بالسوشيال ميديا وبعدين عجبك كرمال بنت ما بنعرفش عنها اسبوعين. انا هلا بجي عندك على البيت وبواجهك بهذا الشكل قدامك. انا جاي لعندك على البيت هذا نص ساعه وبجي لعندك وبواجهك. اهلا وسهلا، اكيد بدنا نحكي بالموضوع. شو عم تقولي بضربك ما بضربك؟ خلاص روحي يلا بجيك على البيت باي. ما تبكي. صار صارت تبكي والله صارت تبكي. يا صارت تبكي حرام. اسمعوا يا جماعه، اول شيء نفتح الفويزات بعت لي اياهم. بعت لي فويزات ليك جواني انا الي اسبوع كل الناس تكتب لي بيكتبوا كومنتات وبمحيها انا وبيبعثوا لي على الخاص اشياء كثير مأذيه وبتجرح. بقولوا لي جواني اجت مايا ما عاد تصور معك، زابلك وما زابلك وهيك كبير، ما تفكر بهالقصص ولا بتعميرك. بس انه انا اليوم اللي سمعته منك عمل معروف، ما بدي تجي حدا لعندي وما بدي شيء وما بدي السوشيال ميديا وما بدي هيدا كل القرف، هيدا قرفكم. عن جد في ناس كثير مستفزين، يعني عن جد لما يشوفون ما صورنا مع بعضنا يومين ثلاثه بوقفوا بصير بيحاربوا بيناتنا. عن جد مايا عملت الفولو من عندي وما بعرف شو، هي غيرانه. شو هالحكي لإلي عم بتقلي هيدا الكلام؟ شو انا شو في بيني وبينك لتغار؟ نحن غير شغل، شو في بيني وبينك؟ ولا هيك المنيح بيصير فيه كمان بالسوشيال ميديا يعني، ولا بيكون كثير منيح تجي وحده من برا السوشيال ميديا ما لها اسبوع عنا معنا بالفريق بدها تصير تتحكم مين بتحط لمين بتحط فولو ولمين بتحط فولو ومين بيشتغل معك ومين بيشتغل